بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. يعني إيه خوف من النقد؟ هو في حاجة اسمها خوف من النقد إن أنا أكون خايف إن أنا أتنقد؟ وإزاي خوفي من النقد بيؤثر عليا سلبا؟ وإزاي أعالج خوفي من النقد؟ بس قبل ما أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. الخوف من النقد هو بيبدأ بجملة صغيرة كده خافتة صوتها منخفض في مخك، بتقولك يا ترى أنا لو عملت كده، أو يا ترى لو أنا قلت كده، أو يا ترى لو أنا فكرت في كده وقلت لحد هيقول عليا إيه. دي أول جملة بتتقالك لو أنت شخص بتخاف من النقد، إن أنت تسأل يا ترى هيقولوا عليا إيه، يا ترى هيفكروا فيا إزاي، يا ترى الناس بتقول عليا إيه. هنا تعرف على طول وتمسك وتقفش في نفسك إن أنت بتخاف من النقد. أما بقى الخوف من النقد بيؤثر عليك في إيه؟ بيخليك قاعد في منطقة الراحة مش بتخرج منها. أنت قاعد ساجن نفسك، حاطط نفسك في سجن انت مش عارف تخرج منه، علشان انت خايف ان الناس تقول عليك حاجة توجعك وتضايقك. دايما كده في ناس تقولك اصلا انا عشت حياتي من اجل الاخرين، انا عشت حياتي زي ما الاخرين كانوا عايزين مش زي ما انا عايز، والناس دي بتكون اكثر تعاسة. طيب، الخوف من النقد بيخليك ان انت تعمل اللي الاخرين عايزينه مش اللي انت عايزه، فبالتالي انت بتلاقي نفسك انك عشت حياة مش انت اللي عايز تعيشها، بتلاقي نفسك ان انت بقيت شخص مش انت اللي عايز تكون عليه، فبتلاقي نفسك ان انت بقيت حد مش انت، وحياتك دي مش بتاعتك، فانت عشت من اجل الاخرين فبتحس بتعاسة. فالشخص اللي بيخاف من النقد هو شخص تعيس. مفيش قائد بيخاف من النقد، مفيش شخص ليدر بيخاف من النقد. ليه؟ لأن الليدر هو دايما بيكون رقم واحد، وهو اللي بيبدأ وهو اللي بيحاول وهو اللي بيقول وهو اللي بيعبر، فما بيبقاش فارق معاه اللي قدامه ده هيفكر فيه ازاي. فلو في شخص بيخاف من النقد هو دايما بيكون فولور، هو دايما بيكون تابع لأهله، تابع لأيا كان، تابع للقواعد، تابع لكل حاجة. ده مش معناها ان انا بقول اكون متمرد، ولكن انا كشخص مش بخاف من النقد. انا لازم اعبر عن رأيي واحترم رأي الآخرين، ولكن أعبر عن رأيي باحترام وبأدب، وأعمل الصح للمناسب ليا ومناسب أولا وأخيرا إلى الله. الخوف من النقد بيخليني نسخة مكررة من الآخرين، أنا ببقى شبه كل الناس أنا ببقى زيهم وشبههم لبسا وشكلا وطريقة وكل شيء. الخوف من النقد بيخليني إن أنا ما أعملش حاجة أوريجينال، ما أعملش حاجة أصلية، ما أعملش حاجة تبقى بتوصفني أنا وبتعبر عليا أنا. فالخوف من النقد بيخليني إن أنا نسخة كوبي مكررة من الآخرين. فلو لقيت حد بيقلدك وبيحاول ان هو يكون زيك وبتاع، اعرف على طول ان الشخص ده شخص بيخاف من النقد، وشخص اتعلم ان هو يمشي زي الاخرين علشان خاطر يعرف يعيش، لكن مش شخص قائد في نفسه. الخوف من النقد بيخليني ابان ان انا شخص غير سعيد، وغير واثق في نفسه، وغير قوي ومش قادر. بيظهرني بشكل ضعيف جدا، بيظهرني بشكل مش حقيقي، مش هو دي القوة اللي ربنا خلق الإنسان عليها. إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن شكل وأحسن صورة وأحسن قدرة وأحسن قوة وأحسن كل شيء. فالإنسان اللي بيخاف من النقد بيكون شخص ضعيف الشخصية جدا، وغير مؤثر وغير واثق في نفسه. طب ازاي بقى اتخلص من خوفي من النقد؟ انا محتاج الاول ان انا ارجع الى الطفولة. الخوف من النقد مرتبط جذوره بالطفولة، واحنا اطفال بتكون عندنا رغبة داخلية فطرية ربنا خلقنا بيها، الا وهي رغبتنا في ان احنا نكون محبوبين ومقبولين من اسرتنا ومن اهلنا. وبناء على ذلك بتبدأ ان الطفل يواجه مشكلة من الخوف من النقد. ليه؟ لان هو بيواجه من الطفولة أسرة بتنقده كتير، بترفضه كتير، مش بتقبله كتير، بتمشي كلامها عليه كتير. ده غير بقى ان الأسرة من الطفولة بتلاقيها ان هي بتتصرف مع الطفل ده على اساس ان هو انت غبي، انت مش كويس، انت حيوان، انت ما بتفهمش، اخوك احسن منك، اخوك اذكى منك. تقعد تنقد فيه، فيبدأ الطفل ان هو بعد النقد ما يبقاش عنده حل اخر غير ان هو يبتدي ان هو يغير من نفسه ويغير من شخصيته علشان يكون شبه الأسرة دي، علشان يحس باتجاههم بالانتماء، عشان يحس بالحب، عشان يحس بالمحبة. فيبدأ ان هو يكبر على نفس العادة والسلوك ده، ان هو
يبتدي يعمل اللي الأسرة عايزاه، فالأسرة ترضى عنه، فيكبر شوية فيبتدي يعمل اللي أصحابه عايزينه عشان أصحابه يرضوا عنه، فيكبر شوية ويبدأ إن هو يعمل اللي المجتمع عايزه عشان المجتمع يكون راضي عليه، ويبتدي إن هو خلاص الموضوع يتحول إلى عادة. أنا بعمل اللي الآخرين عايزينه علشان أفضل محافظ على الانتماء، إن أحس إن أنا ليا ناس وليا قبيلة أنا بعيش وسطهم بيحبوني وبيقبلوني. أولًا عشان أبطّل الخوف من النقد، أنا محتاج أشوف إن أنا باتكلّم مع نَفْسي إزاي. هل أنا باتكلّم مع نَفْسي بطريقة إيجابية والّا أنا باتكلّم مع نَفْسي بطريقة سلبية؟ إزاي حديثي مع ذاتي شكله إيجابي والّا شكله سلبي؟ لو هو سلبي يبقى أعرف على طول إن أنا شخص باخاف من النقد، وإن أنا كمان باستخدم النقد على نَفْسي علشان يعني أطوّر من روحي، إلى إن الحقيقة إن الكلام السلبي بيكسرني مش بيبنيني. أنا محتاج أقول لنفسي إن كده الدنيا فانية، فمش محتاج إن أنا أكون قاسي أوي على روحي. كفاية إن تحديات الحياة بتبقى قاسية، وكفاية إن بيظهر في حياتي ناس قاسية، فمش هتبقى تحديات الحياة قاسية والناس قاسية وأنا كمان قاسي على روحي. فأنا محتاج أعرف إن أنا زي ما فيا إيجابيات زي ما فيا عيوب وزي ما فيا تحديات، فأنا محتاج أكون أقل قسوة على روحي. ده كحاجة كمان بقى، إن أنا محتاج أقول لنفسي إن الناس مش كلهم هيبصوا لي بشكل سلبي، في ممكن حد هيبص لي بشكل تعاطف، في حد تاني ممكن هيبص لي بشكل سلبي، في حد تاني ممكن هيبص لي إن هو يطبطب عليا ويقول لي مفيش مشكلة. فحتى نظرة الناس للخطأ اللي أنا بعمله هيبقى مختلف، ومش كلهم هيبصوا لي بشكل واحد. ده غير كمان إن الناس أصلا بتنسى وطبعهم بينسى، فالموضوع اللي النهارده هيبقى شاغل آراء الآخرين حواليا بعد شهر بعد 2 بعد 3 بعد سنة هيبتدوا إن هم ينسوه، فأصلا الحدث ده مش هيكون مؤثر زي ما أنا متخيل. فأنا محتاج أكون أقل قسوة على روحي. أولا أنت محتاج تعرف إن أنت إنسان محدود، وكمان محتاج تعرف إن أنت الخطأ منك وارد لأنك محدود. فلما هتتوقع إن أنت محدود وهتتوقع إن الخطأ منك وارد، لما حد هيجي وينقدك أنت مش هتكون قاسي قوي على روحك، أو أنت مش هتكون قاسي قوي عليه، لأن هو كده أصلا أنت متوقع إن هو ينقدك، أنت متوقع إن هو هيقول لك كلام سلبي، فعادي مفيش مشكلة إن هو يقول لك كلام زي ده، لأنك مش أحسن واحد في الدنيا وإن أنت محدود، فمفيش مشكلة إن هو يقول لك كلام وإنه أنت ما تبقاش في عينيه أحسن حاجة، لأن أنت أصلا محدود ومش لازم الناس كلها تكون راضية عنك. محتاج تعرف إن أنت اللي بتختار، الناس هي اللي بتحط لك القيمة ولا أنت اللي بتحط القيمة بتاعتك لنفسك. ليه؟ لأن قيمتك أصلا من البداية أصلا هي معمولة من رب العالمين. رب العالمين قالك إن خلقناك في أحسن شكل، إن خلقناك في أحسن تقويم، في أحسن صورة. الله جعل الملائكة تسجد لك من قيمتك العظيمة. تمام. فانت محتاج تشوف انت قيمتك، محتاج انت اللي تحط انت قيمتك، انت اللي تحط انت سعرك، انت اللي تقول انا فيا مميزات 1 2 3، انا فيا صفات مش هتلاقوها في الاخرين. فلما انت هتتعامل مع ذاتك بالطريقة دي، بالتالي الناس تدريجيا هيتعاملوا معاك بالطريقة دي. فانت اللي بتحط القيمة لنفسك، واللي قدامك بيبتدي ان هو يحط القيمة بتاعتك. انت بتقول انا تمني مليار الف جنيه، فاللي قدامك بيجي يقولك ايوه صح انت تمنك مليار الف جنيه. مش معقولة انت هتحط لنفسك 1000 جنيه واللي يجي قدامك يحط لك مليون جنيه، ده ما بيحصلش. حط قيمتك لنفسك وقول انا قيمتي كذا. حاول دايما تكون انت الاولوية لنفسك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت ما تسمعش للاخرين وما تتأثرش بكلام الآخرين. يعني إيه؟ يعني أنت أولويتك، أنت قيمتك، أنت رأيك في ذاتك، أنت نقاط ضعفك ونقاط قوتك أنت عارفها في نفسك. مش محتاج إن الآخر يقولك أنت إيه، مش محتاج إن الآخر يعرفك أنت إيه، مش محتاج إن الآخر هو اللي يحط مميزاتك وهو اللي يقولك عيوبك. وهو بالعكس، أنت اللي تكون عارف مميزاتك، وأنت اللي تكون عارف عيوبك، وأنت اللي تكون بتقول لنفسك الحاجات الحلوة اللي فيك، وما تستناش ان حد يعمل معاك كده. حاول ان انت تستثمر في روحك. يعني ايه تستثمر في روحك؟ يعني تشوف شخصيتك وتشوف روحك على ان هي استثمار. بمعنى ان انت مثلا لو عايز تاخد كورس معين روح اجري خده، لو عايز تنزل تلعب جام انزل اجري العب جام على طول، لو انت عايز تروح تعمل ثيرابي تروح يعني تعمل سايكو ثيرابي او ان انت تعمل علاج نفسي تروح على طول تعمله، لو انت عندك مشكلة ما عايز تصلحها روح صلحها. فما تتأخرش عن نفسك. الحاجات اللي انت نفسك تعملها
وصح وخير ليك وهتطورك وهتطور عقلك وهتخليك تنمو وتبقى انضج، تجري على طول تروح تعملها، وتحط نفسك اولويه، ما تقولش لا معلش استنى اصل مش عارف ايه اصل مش عارف ايه، ما تعملش كده ابدا. اخيرا بقى انت محتاج تعرف ان انت يو ار جود انف، انت تستحق كل حاجه حلوه حتى لو انت ما عملتش لحد حاجه حلوه. انت مجرد بس ان انت ما اذيتش حد دي حاجة حلوة، مجرد ان انت قاعد في بيتك بتحاول ان انت تتعلم وتكون انسان كويس دي حاجة حلوة. فانت مش محتاج ان انت تعمل حاجة للاخرين عشان الاخرين يقولوا لك برافو انت جميل وانت حلو. انت حلو من غير حاجة، انت جميل من غير حاجة. فخليك عارف ان انت استحقاقك بيكون انك انسان بجد، بتعرف تحب نفسك، بتعرف تحب الاخرين، بتحب تعرف تكون نور لنفسك، بتعرف تكون نور للاخرين. فخليك دايما انسان عارف استحقاقك وعارف ان انت جود انف، انت كويس كفايه، مش محتاج حد يقول لك حاجه، انت لوحدك كفايه، مش محتاج ان انت تعمل حاجه في حد عشان اللي قدامك يقول لك برافو انت جامد، انت جامد وعلى وضعك من غير حاجه. انا كده خلصت الاجابه على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تفعل زرار الجرس وتشترك على القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناه عشان اوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساش تعمل لايك بالله عليك عشان انا بتعب والله. كان معاكم سلام سعد وتابعوني.